ظواهر زفت موجودة في الأفراح دلوقتي. قبل الفرح بيجمع أصحابه وأصحابها ويقوم نازل على ركبته وجايب خاتم وينزل على ركبته، قاعد على الأرض بارك، يا ريتها كانت بركت عليه لما خلفته البعيد، ويقوم فاتح لها الخاتم كده: تقبلي تتجوزيني يا حبيبتي؟ والتانية تقول له اي دو، ويقوموا حاضنين بعض. فين أبوك يا بنت؟ ها؟ وانت انا نازل على ركبك ليه؟ ما تنزل توطي تبوس رجلها كمان. حاجه جديده برضو اسمها الفيرست لوك. الواد يبقى مدي ظهره للناس والهانم بتكون لابسه الفستان وعامله الميك اب وبتاع، وهو اول ما يلف يبص لها يقوم باصص لها: يخرب بيت جمال امك، ويفضل يعيط. كتك 60 وكسه، بتعيط ليه يا موكوس؟ شفت بصله يا حبيبي؟ ها؟ لا، وفي بقى حاجات تانية بقى جميله قوي بقى. يعني مثلا: ايه ده؟ مراتك عريانه؟ امال مين الراجل اللي معاها في الاوضه؟ ده الفوتوغرافر يا ولا، الفوتوغرافر. طب تمام قوي، لا معلش انا اسف والله، ويخرج ومقافل الباب. البنت محجبه بس ممكن تقلع الحجاب عادي جدا في الفرح، عادي يا اخي، ده ليله في العمر وتتبسط. البنت شالحه تماما، الفستان بقى مفتح كوبيه كابروليه من فوق ومن تحت انفاق وحاجه حزن الحزن. يا اخي سيبها تتبسط، ده يوم في العمر يا اخي، سيب المعازيم حتى تتبسط كمان. اوعى تبقى انسان معقد وذكوري ومتخلف يا حبيبي، وخليك راجل يا حبيبي.